السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تطور نشر شبكة نظم المعلومات في الإقليم الأوسط. فرع جمعية معاقي الحرب في السويد يساهم في مشاريع الجمعية الأمة. جهود لتقديم خدمات تعليمية في نويح زبان. كوريا الشمالية تنفي إجراءاتي صفقات سلاح مع روسيا. رئيس الوزراء السويدي يزور أنقرة لإقناع أردوغان بضم بلاده إلى الناتو. بلينكين يقول أن أرمينيا وأذربيجان تتخذان خطوات شجاعة. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن المدير العام لقسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط السيد تيدروس تخلي تطور عملية نشر شبكة نظم المعلومات الموحدة في مديريات الإقليم الأوسط. وقال أن وحدة المركز و13 مديرية في أسمرة ظلت مرتبطة بالشبكة قبل 18 سنة، وأدخلت الشبكة هذه السنة في مديريات بريخ وقال نفحي، وسرجق بإدخال المعدات اللازمة وتوظيف القدرات البشرية. وذكر أن هذه المديريات الثلاث يبلغ سكانها حوالي 200 ألف، وهو ثلث سكان الإقليم الأوسط، وأن ارتباطها بشبكة نظم المعلومات يساعد في سرعة إنجاز الأعمال والخدمات. ودعا المواطنين للحصول بسهولة على الوثائق القانونية لشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفيات وغيرها من نظم المعلومات التي أرسيت في محيطهم. وذكر سكان المديريات الثلاث اضطرارهم التوجه سابقا إلى المكتب المركزي للحصول على الخدمات، معربين عن الارتياح لحصول الخدمات في إدارة مديرياتهم. أفاد الاجتماع الذي عقد في علاب رعد في 3 نوفمبر لتقييم الدراسات التي أجريت حول استخدام وحفظ والتخلص من المبيدات الحشرية ارتفاع وعي المزارعين بالمبيدات الحشرية الكيميائية. وغيم الاجتماع الذي شارك فيه مدراء مديريتي علاب رعد وعتكليزان والمزارعين وممثلي الاتحادات الوطنية غيم الأنشطة المنفذة على شكل مشروع لحوالي 2 في مديريتي علاب رعد وعتكليزان. وذكر الاجتماع تقديم الدورات التدريبية في القرى والمدارس وتبادل التجارب بين الخبراء والمزارعين والطلاب، وتحسن في التخلص من المبيدات وغسل معدات الرش في مياه السيول ومصادر المياه، واستخدام حاويات المبيدات في الأدوات المنزلية، وأهمية استخدام الملابس الواقية. وقالت مسؤولة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة منسقة المشروع إن نجاح العمل جاء بتعاون جميع الجهات. وأوضح مسؤول وقاية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في الإقليم السيد زيناوي عقباب أن المشروع كان له إسهام لاستفادة المزارعين من الموارد الطبيعية الموجودة في محيطهم. وشكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة السيدة أمنة حسن كل المساهمين لإنجاح المشروع. أعلن فرع جمعية معاقو والحظ في السويد في الاجتماع الذي عقده في 29 من أكتوبر الماضي في مدينة أبصال تعزيز المساهمة في مشاريع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. هدف الاجتماع الذي عقد تحت شعار معاقون من الاتكالية إلى الإنتاجية تطوير مستشفى المعاقين في معسكر دندن وضمان توفير الدواء. وأوضح رئيس فرع الجمعية في السويد عضو المجلس المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد تقستف السهاسين أنشطة فرع الجمعية في السويد خلال السنوات 28 الماضية، وشرح الخطة الموضوعة لهذه السنة. وذكر بأن الجمعية أرسلت حاليا إلى إريتريا 32 حاوية تحويل الكراسي المتحركة والأسرة والعكازات والأدوية الطبية والنظارات والأدوية وأدوات النظافة وغيرها من الأدوات التي يستخدمها المعاقون. وقدم في الاجتماع تبرعا ماليا بأكثر من 50,000 كورونر.
قال مدير مدرسة نويح زبان في مديرية مندفر الأستاذ تشومي تخلاب أن الجهود تبذل لتلبية المدرسة متطلبات سكان المنطقة. وأوضح أن المدرسة شيدت لتقديم الخدمات التعليمية ل6 غرف، ومع ازدياد عدد الطلاب يجري العمل بالتعاون مع لجنة الآباء والسكان لاستقبال جميع الطلاب. وأشار إلى قيام السكان ببناء 3 فصول دراسية إضافية بحوالي 1,500,000 نقفة، وأن بدءها التعليم المتوسط من العام الدراسي 2018-2019 قد ساعدت لتقديم التعليم عن قرب للطلاب الذين كانوا يتوجهون إلى الكمحرة ومندفرة. وذكر إلى إرساء خدمات الكهرباء من الطاقة الشمسية للمدرسة. وأشاد مسؤول التعليم في مندفر الأستاذ قرز جهير تولج مبادرات السكان لحل مصاعب التعليم. وتستقبل مدرسة نويح زبان الابتدائية والمتوسطة حوالي 600 طالب هذه السنة. تلقى 47 شابا عضوا في مفوضية الثقافة والرياضة مكتب الإقليم منصة دورة تدريبية في الموسيقى والشعر. وأوضح مسؤول المكتب السيد سراج محمد في مراسم التخريج في 7 نوفمبر أن المتدربين هم أعضاء فرقة الفنون. وأشار مؤلف وأستاذ الموسيقى السيد محمد صالح حسين إلى أهمية الدورة التدريبية، داعيا لتنظيم دورات تدريبية أوسع مستقبلا لنتائج أفضل. وقدمت في ختام المناسبة الشهادات للمتدربين والمدرسين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قالت أنها لم تجري أي صفقات سلاح مع روسيا ولا تخطط لذلك، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تزود روسيا على ما يبدو بقذائف مدفعية لحربها في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد كبير من قذائف المدفعية. ووصف مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الشمالية هذه المزاعم بأنها شائعة. وأضاف المسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قوله أن بيونغ يانغ لم تجري أي صفقات سلاح مع روسيا وليس لديها خطة للقيام بذلك في المستقبل. يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن الراغب في المضي قدما في مشروع ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي الذي تعرقله تركيا منذ مايو. ومهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ الطريق لكريسترسن عندما زار تركيا الأسبوع الماضي. وقال ستولتنبرغ من اسطنبول حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد كعضوين في الناتو، معتبرا أنه من الضروري إرسال رسالة واضحة إلى روسيا. وإذ رحبت تركيا بالتقدم في المحادثات منذ تشكيل حكومة سويدية جديدة الشهر الماضي، إلا أن أردوغان أكد للمرة الثالثة خلال شهر واحد أن البرلمان التركي لن يصادق على ضم البلدين الاسكندنافيين إلى الناتو قبل اتخاذهم بعض التدابير. وتتهم تركيا والسويد وفنلندا بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذان تصنفهم أنقرة تنظيمين إرهابيين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن أرمينيا وأذربيجان تتخذان خطوات شجاعة نحو سلام دائم. وفي وقت سابق تبادلت وزارة الدفاع في أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن إطلاق النار على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الحدودية. وقال بلينكين قبل اجتماعه مع وزير الخارجية الأرميني أرارات مروزيان ووزير الخارجية الأذربيجاني جوهان بيرموف في واشنطن العاصمة
أعتقد أنه من الإنصاف أيضا القول أن 30 عاما من الصراع على ناغورنو كاراباخ خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة وندوبا عميقة. وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، واتهمت باكو إريفيان بتغويض عملية صنع السلام، وأبلغ الجانبان عن وقوع إصابات، وتفاوض الجانبان على وقف إطلاق النار لكنه فشل بين عشية وضحاها. انطلق المعرض الدولي 14 للطيران والفضاء والمعروف أيضا باسم معرض الصين للطيران لعام 2022. جاء ذلك في مدينة شوهاي بمقاطعة غواندوانغ جنوبي الصين، حيث يشارك في المعرض أكثر من 740 شركة من 43 دولة ومنطقة، حيث يتم عرض أكثر من 100 طائرة من بينها طائرة النقل العسكرية الصينية. وستعرض القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني مجموعة من الطائرات خلال هذا المعرض المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 13 من نوفمبر في شوهاي بمقاطعة غواندوانغ، حسب ما ذكر متحدث باسم القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني. ومن بين أسلحة الطيران التي سيتم عرضها الجيل الخامس من مقاتلة سو 57 آي ومقاتلة سو 35 متعددة المهام، ومقاتلات أخرى بالإضافة لطائرات النقل العسكرية ومعدات أخرى للقوات المحمولة جوا وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة. تذكير بأهم العناوين. تطور نشر شبكة نظم المعلومات في الإقليم الأوسط. فرع جمعية معاقي الحرب في السويد يساهم في مشاريع جمعية أمة. جهود لتقديم خدمات تعليمية في نوي حجبان. كوريا الشمالية تنفي إجراءات أي صفقات سلاح مع روسيا. رئيس الوزراء السويدي يزور أنقرة لإقناع أردوغان بضم بلاده إلى الناتو. بلينكن يقول أن أرمينيا وأذربيجان تتخذان خطوات شجاعة. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.